صحيتي من النوم بتبص في المرايه مبسوطه، شوفي بطنك كبرت قد ايه في الحمل، والنونو كبر ولا لسه. ركزتي شويه في نفسك وركزتي اكتر، بتبص على وشك بتقولي ايه ده اللي ظهر في وشي؟ ايه البقعه البني دي؟ هل ده نمش؟ بس هو النمش بيظهر حوالين الشفاه وعلى الجبين والرقبه. احترتي وخفتي، ما تخافيش، انا هعرفك في الفيديو ده ايه اللي حصل لك بالظبط. واللي حصل لك ده حاجه عاديه متعارف عليها وبيحصل لحوامل كتير ولا لا، وخصوصا اللي بشرتهم داكنه شويه. ده نتيجه لتغير الهرمونات اللي بتحصل في الحمل. الميلانين المسؤول عن تلوين البشره بيزيد انتاجه، خصوصا كمان من التعرض للشمس، فبيعمل التصبغات دي. وبان الوش اكتر مكان بيتعرض للشمس بيظهر فيه بشكل واضح، ممكن يظهر في الايد والصدر كمان. كل ده بنسميه كلف الحمل، مش سان كيسز زي ما الاستاذه اللي هناك دي بتقول. في الغالب الكلف بيروح لوحده بعد الولاده، عشان كده ما تروحيش تدفعي فلوس في كريمات تفتيح وجلسات الليزر. بس لو شكله مضايقك قوي يعني وحاسه بازعاج جامد، هتحتاجي تضحي بمصروف البيت الشهر ده وتروحي تجيبي صن بلوك محترم، وتجنبي الشمس على قد ما تقدري. طب كلف الحمل ده ليه علاقه بجنس المولود؟ يعني ممكن يكون ده دليل انا حامل في ولد، ومعروف الولاد بتوحش امهم. لو عايزه تعرفي اجابه تابع البيتش، هجاوب السؤال ده في فيديو منفصل. شكرا ليكي.